صباح الخير. النهاردة جايبه لكم طريقة وردة تنفع كتزيين أو تنفع كميدالية أو أي استخدام انتوا حابينه، سهلة جدا ومناسبة قوي للمبتدئين. أول حاجة هنعمل الدايرة السحرية، وهي عبارة عن إن أنا بلف الخيط على إيدي كده لحد ما يتكون عندي فتلتين على صبعي. هدخل الإبرة من تحت أول فتلة وهسحب التانية بالشكل ده، وبعدين هلفها زي لفة صغيرة كده، وبعدين هسحب الخيط الطويل من الفتلة اللي معايا على الإبرة. الطريقة دي لو صعبة شوية أنا كنت منزلة فيديو فيه طريقتين مختلفتين تقدروا تستخدموا اللي انتوا حابينها. أول سلسلة احنا عملناها واحنا بنعمل الدايرة السحرية بنعتبرها أول سلسلة. بنعمل غرزة حشو جوه الدايرة السحرية، وبعدين بنرتفع 5 سلاسل. بعد ما ارتفعت 5 سلاسل هفوت أول سلسلة وهشتغل غرز حشو في ال4 سلاسل اللي باقيين. بعد ما اشتغلت 4 غرزة حشو هعمل غرزة منزلقة، وعايزاكم تركزوا احنا هنعملها ازاي. اول حاجة انا هدخل من نص حرف الفي بتاع غرزة الحشو اللي احنا عملناها في الاول زي ما هتشوفوا كده في الفيديو، وهاخد معايا جزء من غرزة الحشو نفسها. غرزة الحشو بتتكون من جزئين كده، انا هاخد جزء منهم معايا وهطلع اعمل غرزة منزلقة عادية جدا. وادي كده اول جزء من الوردة اتكون معانا. هنكرر نفس الطريقة وهنعمل غرزة حشو، وبعدين نرتفع 5 سلاسل. بعد ما ارتفعنا 5 سلاسل هفوت اول واحدة وهعمل 4 غرزة حشو في السلاسل اللي باقية. وبعدين هنكرر نفس طريقة غرزة المنزلقة. هندخل الإبرة من نص حرف الفي بتاع غرزة الحشو وياخد جزء من غرزة الحشو معايا، وبعدين هطلع الفتلة دي من الحلقة اللي معايا على الإبرة، وبكده نبقى عملنا غرزة المنزلقة. احنا محتاجين نعمل الأفرع اللي احنا عملناها دي 3 مرات كمان. احنا كده عملنا مرتين، عايزين نعمل 3 مرات كمان، يعني المجموع النهائي مفروض يبقى 5. هخلصهم وارجع لكم على طول. وهنا بعد ما خلصت ال5 أفرع هنشد الخيط القصير بتاع الدايرة السحرية، هنشده كويس قوي. ودلوقتي هنقفل غرزة منزلقة في أول حرف في بتاع أول غرزة حشو احنا عملناه. أول حرف في اللي هو ده، هو ده المفروض ندخل الإبرة من تحته ونسحب غرزة منزلقة. تمام، دخلت الإبرة من تحته، هسحب الخيط وبعدين هطلع الفتلة بتاعة الخيط دي من الحلقة اللي معايا على الإبرة، وبكده نبقى عملنا غرزة المنزلقة. دلوقتي احنا هنشتغل على ال5 أفرع دول. تمام، أول فرع فيهم عايزة أوريكم احنا هنشتغل فين. احنا هنشتغل على الجزء ده اللي هو الجزء التاني من السلاسل اللي احنا كنا شغالين عليها. احنا كنا بنشتغل غرز حشو، دلوقتي احنا هنشتغل على الجزء التاني. أول حاجة احنا هنعمل غرزة حشو في أول واحدة، اللي بعدها هنعمل غرزة نص عمود، اللي بعدها اللي هي دي هنعمل فيها غرزة نص عمود. تمام، اللي بعدها هنعمل غرزة عمود بلفة واحدة. الغرز دي لو اي حد مش عارف منهم اي حاجة انا منزلة فيديوهات عليهم بالتفصيل، تقدري تتفرجي عليهم وبعد كده الوردة هتبقى سهلة معاكي جدا ان شاء الله. اخر غرزة معانا هنعمل فيها 7 غرزة عمود بلفة واحدة، 7 غرزة عمود بلفة واحدة في نفس المكان. تمام، دي كده انا عملت اول واحدة، وهكمل ال7 بطريقة عادية جدا، غرزة عمود بلفة واحدة في نفس المكان.
وده الشكل النهائي بعد ما عملت 7 غرزة عمود بلفة واحدة في نفس الغرزة. هنرجع بقى بالعكس، هنعمل بعدها 1 غرزة عمود بلفة واحدة، وبعدين غرزة نص عمود، وبعدين غرزة حشو. تمام. اخر واحدة بقت معانا دي هنعمل فيها غرزة منزلقة. تمام. وبعدين علشان انتقل للجزء التاني او للي جنبها هعمل غرزة منزلقة في الغرزة اللي ما بينهم، اللي هي دي في غرزة منزلقة من السطر اللي فات، هي دي هعمل فيها غرزة منزلقة تاني. تمام. وكده نبقى خلصنا اول جزء من اجزاء الوردة. الجزء التاني هشتغله بنفس الطريقة بالظبط، هعمل غرزة حشو، وبعدين غرزة نص عمود، وبعدين غرزة عمود بلفة واحدة، وبعدين 7 غرزة عمود بلفة واحدة في آخر غرزة معانا. طبعا لو في اي حاجة مش واضحة في الفيديو او في اي حاجة عايزين تتعلموها اكتبولي في الكومنتس عشان نعمل فيديو نتعلمها مع بعض، وهستنى برضو رأيكم في الوردة. هنكمل 7 غرزة عمود بلفة واحدة وبعدين ارجع لكم عشان نكمل الجزء التاني. تمام. هنا بعد ما عملت 7 غرزة عمود بلفة واحدة هعمل 1 غرزة عمود بلفة واحدة في الغرزة اللي بعدها طبعا. تمام. وبعدين هعمل غرزة نص عمود، وبعدين هعمل غرزة حشو، تمام. واخر واحدة هعمل فيها غرزة منزلقة، وبعدين هعمل غرزة منزلقة في الغرزة اللي ما بين الجزء ده والجزء اللي بعده، اللي هي غرزة المنزلقة اللي من الصف اللي فات، اهي دي. هدخل من تحتها واعمل غرزة منزلقة عشان انتقل للجزء التاني. وكده نبقى خلصنا اول جزئين في الوردة. هنشتغل بنفس الطريقة بالظبط بلا اي اختلاف على ال3 اجزاء اللي باقيين لحد ما نوصل للنهاية، وهرجع لكم تاني عشان اوريكم ازاي هنقفلها، او لو حابين نكمل ونعمل لها السلسلة هخلصها وارجع لكم. واخيرا بعد ما وصلنا لاخر جزء في الوردة، اخر غرزة منزلقة بنعملها اهي. هنا تقدري تقصي الخيط وتقدري تنضفيه وخلاص الموضوع هيقف عند هنا لو مش حابة ان انتي تعملي سلسلة، لكن لو حابة هترتفعي عدد السلاسل اللي انتي عايزاها. انا مثلا هنا كنت عايزة اعمل سلسلة قصيرة شوية مش طويلة قوي، فعملت 15 سلسلة بس. لكن لو حابة انك تعمليها اطول مثلا زي الموف دي، انا كنت هنا عاملة 25 سلسلة برضو كانت كويسة. حابة تزودي او تقصري عن كده دي حاجة بترجعلك تماما. وهنا بعد ما خلصت عدد السلاسل اللي انا عايزاها هقفلها بغرزة منزلقة مكان ما ابتديت السلاسل، في نفس المكان بالظبط هقفلها بغرزة منزلقة. تمام. وكده انا عملت السلسلة القصيرة اللي انا كنت عايزاها. دلوقتي هقص الخيط واشد الخيط لبره كده. طبعا انا مش عايزة الخيط يبقى باين من قدام، فهندخل الابرة من الظهر كده ونشد الخيط ده لبره علشان يبقى الخيط موجود في الظهر. وكده تبقى الوردة بتاعتنا خلصت. محتاجين بس ان احنا ننضف الخيطين اللي في الظهر دول. اولا هنربطهم في بعض ربطتين او 3 بس عشان نتأكد ان الخيط مش هيفك. وبعد ما نربطهم تقدري تقصي الخيط وتقدري ان انتي تجيبي ابرة تنظيف زي ما انا هعمل كده
انا اوقات بستخدم الطريقه دي واوقات بستخدم الطريقه دي. وتدخلي الخيط فيها وتمشي بيه جزء صغير بس تحت الورده علشان تداريه وما يبقاش باين خالص من الظهر. انا مشيت بيه جزء صغير خالص، وبعدين بتقصي الخيط الزياده. لو عايز تمشي تحت الشغل اكتر من كده عادي جدا، وبعدين بتقصي الخيط الزياده. وكده نبقى خلصنا وردتنا. بجد ده احسن شكل ورده رقيقه انا شفته في حياتي، تنفع كميداليه وتنفع كزينه لاي حاجه انتوا عايزينها. اكتبوا لنا في الكومنتس رايكم، ولو نفذتوها بالفعل فكانت سهله ولا صعبه. لايك وسبسكرايب وشير، ونتقابل ان شاء الله الفيديو الجاي.